السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. بتستلم ارباحك امتى من منصة خمسات؟ اول ما العميل بيوافق على قبول استلام الخدمة بتاعتك على طول الرصيد بينزل فورا في حسابك، لكن بينزل في خانة اسمها الرصيد المعلق. الارباح بتقعد في خانة الرصيد المعلق دي لمدة 14 يوم، وبعد كده بتتنقل لخانة تانية اسمها الرصيد القابل للسحب او ارباح يمكن سحبها. وكل الرصيد اللي موجود في الخانة اللي اسمها ارباح يمكن سحبها ده كل الرصيد اللي تقدر تستلمه على حسابك على الباي بال. بتستلم ارباحك ازاي من منصة خمسات؟ الطريقة الوحيدة حاليا لسحب الارباح من منصة خمسات هي عن طريق موقع باي بال. فبتقدر من خلال صفحة الرصيد تقدر تعمل طلب سحب لجزء من الارباح او الارباح كلها الموجودة في خانة ارباح يمكن سحبها على حسابك في الباي بال. واحنا عندنا في مصر طبعا اشهر فيز تقدر تربطها بحسابك في باي بال هي فيزا ايزي باي وفيزا يلا باي، ودول تقدر تجيبهم من البريد المصري. لكن طبعا الارباح المفروض انها بتجيلك على حسابك في الباي بال دولار، لكن طبعا عشان تربطها بفيزا عملتها الجنيه المصري فبتتحول على طول الفلوس بالجنيه المصري وهي نازله لك في الفيزا، عشان كده بتسحبها بسعر الصرف بتاع البنك. اما لو حابب الفلوس تنزل لك دولار في حسابك في الفيزا نفسها فلازم يكون عندك اصلا حساب دولاري ويكون عندك فيزا دولاريه، وتكون رابط الفيزا الدولاريه بحسابك في الباي بال علشان تقدر تسحب الفلوس من حسابك في باي بال على الفيزا الدولاريه بعمله الدولار نفسها. وطبعا لازم تبقى عارف ان الباي بال بيبعت رصيدك او ارباحك اللي موجوده على الموقع دي كل اول شهر بشكل اوتوماتيك، وفي الحاله دي ما بيخصمش منك رسوم ارسال. اما لو انت عملت طلب يدوي ارسال في اي وقت في خلال الشهر غير اول الشهر او غير الطريقه الاوتوماتيك اللي بيبعت بيها فبيخصم منك رسوم بسيطه. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصه خمسات وازاي بنشتغل وبنكسب من منصه خمسات فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه علشان يوتيوب يفهم ان انت مهتم بنوع المحتوى ده، فبالتالي يبدا يجيب لك المحتوى اللي احنا هننزله بعد كده. في نهايه الفيديو احب اقول لك بالتوفيق ليك، سلام.